ضيف مصر سمو الأمير علي بن عبد الله الثاني حاكم قطر يرافقه الأستاذ صلاح الشاهد تشريفات رئاسة الجمهورية المتحف المصري للآثار. وطاف سمو الأمير ومرافقه بأنحاء المتحف حيث شاهد آثار الفراعنة الخالدة وأعجب بالمجموعة الضخمة من الحلي والجواهر التي يضمها قسم توت عنخ آمون. وكان الأمين يشرح للضيف تاريخ الآثار التي ما زالت محتفظة بجدتها رغم مضي آلاف السنين. وبعد الظهر قصد سموه إلى منطقة أهرامات الجيزة حيث كان في استقباله مدير الجيزة وحاكم دارها. وشاهد الضيف مع السيد أنور السادات السكرتير العام للمؤتمر الإسلامي عرضا راقصا للخيول العربية. وفي اليوم التالي زار الضيف ومرافقه حديقة الحيوان بالجيزة، وقد صاحب سموه مدير الجيزة ومدير حديقة الحيوان وكبار موظفيها. وطاف الضيف بأنحاء الحديقة الفسيحة ذات الشهرة العالمية. وقد أعجب سمو الأمير بالمجموعة الضخمة من الحيوانات النادرة التي تضمها حديقة الحيوان.